بص بقى النهارده انا هكلمك في موضوع مهم جدا، فارجوك كمل الفيديو للاخر، ولو عجبك شيره مع الناس اللي بتحبهم. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الوقت والتوقيت، وازاي تعيش كل مرحله صح في وقتها. طيب اكبر غلطه احنا بنعملها كلنا في حياتنا مش اننا بنفشل او اننا بنتاخر. لا، اكبر غلطه هي اننا بننط مراحل، بنستبق الاحداث ونروح من مرحله لمرحله، ما بنعيش مرحلتنا الاساسيه ونروح متطلعين نعيش مرحله تانيه احنا عايزين نعيشها. بنتجوز قبل ما ننضج كفايه ونبقى جهزنا نفسنا ومستقبلنا وخلاص مستعدين لمرحله زي دي. بنخلف قبل ما نستعد، خلفه مسؤوليه ومحتاجه وعي ونضج من الاب ومن الام. بنستعجل دايما النجاح قبل ما بنتعلم. طيب وبعديها بنستغرب ليه الحياه متلخبطه او ليه الدنيا متلخبطه معانا بشكل او باخر. المشكله دايما مش في الوقت، المشكله هي في التوقيت اللي انت اخترته. طب يعني ايه وقت ويعني ايه توقيت وازاي افرق ما بين الاثنين؟ طيب الوقت هو اللي بيعدي غصب عنك، كلنا ماشيين في الحياه في الوقت بيعدي مننا، لكن التوقيت هو امتى تعمل ايه وامتى تاخد انهي قرار وانهي قرار يكون الصح. الحياه زي الزرع، في حاجات لو زرعتها بدري تموت، لو زرعتها متاخر ما بتلاقيش ثمره او ما تثمرش يعني. طيب عندنا بقى نقسم المراحل ونقول كل مرحله هي ايه وازاي نعيشها صح. طيب خلينا نقول مرحله هي من اول ما حضرتك اتولد لحد 10 سنين، واللي بنسميها مرحله الاساس. دي مرحلة الحب، الأمان، التربية، القيم. طفل ما تشبعش حب هيطلع يدور عليه غلط للأسف، وطفل ما ترباش صح هيتعب نفسه وهيتعب اللي حواليه. فمش مرحلة ضغط ولا توقعات قد ما هي مرحلة تشكيل روح، أو بنهتم بالطفل في المرحلة دي ونعيشه سنه ونعيشه طفولته، ما نشركوش في مشاكل أكبر منه من سنه علشان يطلع طفل صحيح ويقدر يخش المرحلة الجاية وهو سليم. طيب المرحلة الجاية من 10 سنين بقى ل 20 سنة وبنسميها مرحلة البناء. دي اخطر مرحله، دي مرحله بقى تعليم ودراسه وشخصيه ومبادئ وحدود نفسيه وجسديه بيتعلمها الشخص في الفتره دي. مش مرحله جواز ابدا، ولا مرحله ارتباط عاطفي ابدا، ومش مرحله مسؤوليه بيت. دي مرحله تعرف فيها انت مين قبل ما تبقى مسؤول عن غيرك. اللي بيضيع المرحله دي غصب عنه اكيد برضه، لانه ما بيبقاش مالك نفسه قوي، بيفضل بقيت عمره بيعالج اللي فاته. المرحله بقى اللي بعد كده وهي مرحله خطيره جدا، هي مرحله من 20 سنه ل 30 سنه، دي بنسميها مرحله التاسيس. دي المرحلة اللي فيها التجربة أو التجارب والشغل والفشل، وإنك تقوم تاني وإنك تتعلم وإنك تحتك بالحياة احتكاك حقيقي وتاخد خبرة ونضج حقيقي. وممكن جدا تفكر في ارتباط لو كنت نضجت كفاية وخدت تجارب كفاية ونفسيتك هديت كفاية ولو قادر تشيل مسؤولية. مش كل واحد عدى 25 ينفع يتجوز، السن مش توقيت، الجاهزية دايما هي التوقيت الصح. من 30 ل 40 دي مرحلة اللي بنسميها بقى مرحلة الاستقرار والنضج. دي المرحلة اللي المفروض تكون فاهم فيها نفسك، عارف دورك، جاهز تبني بيت وجاهز تكون أب أو أم. الحلقة الخلفة مش سن معين، الخلفة دايما مسؤولية نفسية ومادية وتربوية، فلازم تكون مستعد لها كويس قوي. أكبر ظلم لأي طفل إنه يجي في وقت أبوه وأمه مش جاهزين أو مش ناضجين كفاية